لم يأتي الدفاع هنا مباغتة للمرة الثانية. القائم ينقذ الوداد. ركلة حرة تلعب الكرة بسرعة لعناصر هنا عزامت. لا زالت وداد يا زياش تمر جانبية ضعيفة وبعيدة عن مرمى الحارس. مانولا بعد تقريبا ربع ساعة على بداية شوط المباراة الثاني. نذكر بأن مباراة مانيما لاقى تمريرة داخل منطقة جزاء. المراوغة زياش غطوا على زياش. طبعا عدم اعتماد مثل هذه النوعية من الملاعب. ملعب لومومباشي ليس الوحيد، بل في الكثير من الملاعب اللي عندها مشكل ومع ذلك هي معتمدة من طرف الكاف. ونزيد نقول مرة أخرى بأن ملاعب القرب اللي عندنا في المغرب أفضل بكثير من الشامبيونز ليج. كل شيء هنا محتمل وجميع السيناريوهات. سالوم يسعى للتنفيذ. سالوم يرفع كرة بالراس بعيدة تماما. هنا تخرج إلى ضربة مرمى. أول ركنية في المباراة لفريق عزام. طبعا لزياش رجعت إلى مفيد مرة أخرى. العرضية مفيد والمتابعة كان يتهيأ لنصف هوائية اللاعب هنوري. هذه الإعادة بعد ذلك الانطلاق. هذه ممكن البينية. هي جول مانو لا يتصدى. أخطر كرة ودادية مشاهدينا. يخسر الوداد وتبقى لفريق العزام. والتسديد بعيدة تماما. لاعب كيتامبارا شاف بأن لاعب مفيد او حارس المرمى سحر زياش. وهذا زياش هل يظهر اليوم في مباراة مصيرية؟ بينما الكرة العرضية والتدخل. الكرة زياش في دار المدافعين بحثا عن الهنوري ولكن بعيدة. بالراس لا زالت لعزام. عزام يتجرأ وعزام يندفع. غفور لاميرات. محمد مفيد يبحث عن زياش يا سلام على الباس. انطلاق الهنوري وزياش وكورة 1-0 يا زياش. كورة 1-0 لا زالت وداد يا زياش. يرفع في القائمة الثاني مقوصة لكن بعيدة. هذه كرة ضايعة بالنسبة لزياش. ثاني تهديد لفريق الوداد الرياضي لكن لعبت بشكل سليم بشكل سريع. شوف الإعادة هنا الباس ذكية بالملي. يعني الساعة 3 الساعة 4 بينما الكرة للأمام. ذكريات جميلة للوداد لما يكون خلفها حكيم زياش يرفع داخل منطقة الجزاء وهناك صافرة وخطأ. هذه لحظة الهدف. الحكم يعطي الإشارة. هنا تمرر الكرة. التسديدة زياش مرة جانبية. لم تذهب بعيدا عن مرمى حارس مانولا. إعادة مرة أخرى. لما تكون قرارات رادعة وبينما نشاهد اللقطة هنا التغطيات. تلعب هذه الكرة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى في هذه اللحظات. هذه الإعادة مرة أخرى. الحضور لزياش. يتقدم زياش يفتح اللعب. هذه ممكن. هذه جول. تأخر في التسديد اللاعب فاكا. هذا هو فاكا واحد من انتدابات الوداد يمشي لتنفيذ الركنور. صعبة اللقطة الماضية. صعبة التسديدة لقطعها. ستلعب إذن الركنية مرفوعة الراسية. الان في وسط الميدان زياش يلعب الكرة الباس في العمق ولكن خروج الحارس سالك والانطلاق منك يا فاكا. يمشي فاكا ولا النوري في لمسة يد كارثية لأرضية ميدان نيروبي. مشكلة كبيرة بصراحة. انطلاقة من مفيد العرضية مفيد. عودة للديار المغربية. صلاح المصدق بينما الكرة لعزام والتغطية ممتاز. الكرة تصل على جهتها اليسرى. التغطية بعد ذلك مباشرة الوداد الرياضي. زياش مقوصة بعيدة. زياش يعطي الإشارة. التمرير ذكية ممتازة ولا زالت في منتهى الخطورة.
الكرة الراسية والإبعاد. الراسية في آخر المطاف لم تصل لبانياغوا. هنا الدفاع يتكلف بالمهمة، والكورنر الثالث أن نشاهد كرة في الشباك. زياش يسددها. روعة يا زياش، يسارية ساحرة قوية، وحارس المرمى مانولا هنا يطير من أجل التصدي في كرة من مانولا. تلعب هذه الركنية مقوصة، هنا كانت رايحة للشباك. الحكم أصبح هو القائد الآن بعد دخوله. إذا تلعب هذه الركنية. بانياغوا من خرج، بانياغوا هو من خرج، ونور الدين مرابط سيكون البديل الأول ضمن اختيارات المدرب أمين بن هاشم. لا زال الضغط ودادية في إمكانية التحضير على اليمين زياش عن طريق زياش غير محظوظ يا زياش. وكان زياش يقول الحظ يعاندني للمرة الثانية. نعم كان قريب من تسجيل الجول، ويا له من تصدي من مانولا. شوف الفنيات وشوف المهارات وشوف التسديدات. روعة منك يا زياش باليسرى رايحة للزاوية 90، ولكن شوف الحارس كيف طار هنا. يسعد العين على الشباك مباشرة. زياش مقوصة، كانت مرابط حصر الكرة. مرابط دخل مرابط، راوغ مرابط، هي مرابط، هي جول، مفيد أخيرا. ياتي الجديد. الوداد نعم لا يستسلم. إصرار ودادي ياتي بالجديد. مفيد ذكرني بواحدة من المباريات التي استعصى فيها الهدف قبل أن يأتي مفيد، ويأتي بالجديد. هذه الكرة مرابط، يا سلام، شوف الإصرار مرابط، الحق بالكرة، دخل مرر زياش التحضير. لمسة المدافع. مرابط حرك الهجوم على اليسار. هذه الكرة فيها مراوغة، فيها تسديد. روعة.